ريان أبو الناي المصري الجزائري الفرنسي واللاعب القريب جدا من تمثيل منتخب مصر. تعالى في الفيديو ده نشوف إمكانياته والراجل ده بيقدر يعمل إيه. يلا بينا. وأهم حاجة استخلاصاته اللي في نص الملعب، اللي بيقدر يستخلص الكرة بمنتهى القوة والذكاء الاتنين مع بعض. لعيب بيقدر يلعب برجليه الاتنين وكمان مهاري في نص الملعب، وبيلعب تقريبا في كل مراكز نص الملعب، سواء 8 أو صانع لعب أو كمان رقم 6. غير استخلاصاته المميزة دي، ولكن كمان الراجل ده عنده تسديدات صاروخية وكمان عنده سروهات بالمسطرة، زي الهدف ده كده في مرمى برينتفورد. الراجل حاطط الكورة برجله اليمين ببطن رجله في المقص، لا تصد ولا ترد. بيفكرني شوية بهدف محمد النني مع أرسنال في مرمى برشلونة. وزي الهدف ده برضو استلم واحدة بشماله والتانية بيمينه في المقص، لا تصد ولا ترد. ثبت الحارس مكانه وخلاه يتفرج على الهدف والجول الجميل زيه زينا بالظبط. بقول لك عنده تسديدات مميزة، فأنا بتكلم بشكل عام مش على الهدفين دول بس. زي الكرة دي في ماتش ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا للشباب، قدر برضه يسدد تسديدة قوية جدا لولا تألق حارس المرمى. هنا في نفس المباراة وتحرك مميز جدا بين الخطوط، وهنا تشميسة ولا أروع ولا أجمل للمدافع، وأخذ الكرة التانية على طول بيمينه من لمسة واحدة، ولكن للأسف عليت فوق المرمى. بغض النظر إن الكرة دي اتصدت، ولكن اتفرج هنا رقص المدافع في ربع متر عند منطقة الجزاء ازاي، وعدى بالكرة وعملت شيب حلو لولا تألق الحارس برضه. ريان حتى لما بيلعب رقم 6 بيبقى لعيب مميز جدا. زي الكرة اللي قدامك دي، الفريق بيخرج عليه بيبص وبيكشف الملعب كله قبل ما يستلم، ويرقص اللعيب من قبل ما يستلم الكرة أصلا، ويخرج فريقه من الدفاع للهجوم بمنتهى السهولة. وهنا برضه بنفس الطريقة وبنفس القصة، واقف متمركز صح، والكرة رغم إنها ملعوبة له بطريقة وحشة، ولكن قدر يعمل عليها كنترول، وكمان يرقص اللي هيجي يضغط عليه ده بمنتهى السهولة والمهارة، ويطلع الكرة صح لفريقه، ويودي الجناح بتاعه بمنتهى الشياكة. ودي كرة وهو بيوزع حلويات وهو واقف كده 1 2 رايق على طول من ريان أبو الناي، وثرو باص جميل بالمسطرة والقلم الرصاص لزميله في الفريق. عنده حساسية جميلة في السروهات والباصات اللي بيلعبها، ودي من أهم مميزاته، باصاته الفعالة اللي بتودي المهاجمين والأجنحة على الجول. ايه القصة بالظبط؟ ريان ابو الناي لعيب عنده اصول مصرية، لعيب ابوه مصري امه جزائرية مع الجنسية الفرنسية، ولكن عايز يمثل منتخب مصر. وبعد نجاح تجربة هيثم حسن مع منتخب مصر، الانظار كلها ابتدت تروح على اللعيبة المزدوجة الجنسية، واهمهم ريان ابو الناي صاحب ال 17 عام اللي اتدرب مع لويس انريكي فريق اول في باريس سان جيرمان، وجاي له السنة دي عرض اعارة من ريو افي البرتغالي، وكمان في الفريق الاول رغم انه عنده 17 سنة بس. بسبب موهبته المميزة الراجل مسمع في أوروبا، وممكن يبقى من اللعيبة الجامدة جدا في أوروبا. نتمنى إن احنا نشوفه بتيشيرت منتخب مصر قريب جدا ويشرفنا زيه زي هيثم حسن. دي كانت كل حاجة على ريان أبو الناي. قول لي رأيك في الكومنتات، هل يستحق إنه ينضم لمنتخب مصر ولا لأ؟ وما تنساش اللايك والشير والمتابعة عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، سلام.